السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأصدقاء المتابعين معنا في قناة النحال محمد المصري لدروس المبتدئين في تربية النحل. الله يبارك في الأصدقاء. إزاي نشت خلية تتكون من 5 براويز زي اللي احنا شايفينها في الفيديو تعدي معانا فترة الشتاء، وإزاي الخلية تنجح للعبور إلى بداية الانطلاقة الربيعية. أتمنى نركز في ال4 دقائق اللي هنتحدث فيهم إن شاء الله. تقريبا احنا حوالي 16 أو 17 نوفمبر لسنة 2025، ده تاريخ اليوم. زي ما احنا شايفين الله يبارك في الجميع، النحل مضغوط داخل الخلية. البرواز اللي بيتم رفعه زي ما احنا شايفين أثناء الفحص عليه كثافة نحلية من الاتجاه الأيمن والأيسر، ما شاء الله تبارك الرحمن، كثافة نحلية ممتازة جدا. لو لاحظنا في بداية الفيديو كان موضوع عجينة سكرية كاندي. طب ليه عجينة سكرية؟ نقدر نقول على أساس إن النحل لو احتاج مخزون أو غذاء أو عسل وما عندوش، نقدر نقول متطلبات الشيء ده، أو ما عندوش مخزون كافي داخل البراويز، بالتالي يقدر يستهلك من العجينة، بالخصوص البلدان اللي ممكن يأتي فيها منخفضات جوية، انخفاض في درجات الحرارة. طبعا لو احنا عدينا البراويز اللي قدامنا دي تقريبا هم 4 براويز نحل. طب ليه انا قلت في الفيديو 5 براويز؟ لان لو لاحظنا ان لو حطينا برواز رقم 5 النحل هيغطيه. لو لاحظنا هنلاقي ان النحل على الحاجز المصمت اللي هو موجود جنب اخر برواز، ما شاء الله تبارك الله، نحل يغطي برواز، بل نقدر نقول ونجزم ان الخلية تقدر تتحمل 5 براويز. تتحمل الشتاء؟ نعم. ليه؟ خلية فيها قوام من الكثافة النحلية، فيها على الاقل بروازين من الحضنة المغلقة، فيها على الاقل برواز ونص الى بروازين من مخزون العسل الكافي اللي يقدر ان النحل يستهلكه اثناء المنخفضات الجوية والاجواء البرد. الامر الاخر في تقريبا حوالي نص كيلو من العجينة السكرية الكاندي. ده امر ممتاز. طبعا لابد الاشارة لنقطة مهمة، تم مكافحة الخلية، نقدر نقول اكتر من مكافحة، تقريبا 3 مرات مكافحة ذروة لعل النحل يكون نظيف. اخر مكافحة تمت للنحل تقريبا بتاريخ 10 نوفمبر لسنة 2025. ده امر مهم لعل ان النحل ما يخشش في اي مشاكل ناتجة عن الذروة اثناء فترة الشتاء. اتمنى من اصدقائنا ينتبهوا للنصائح اللي اتكلم ليها دي. الامر الاخر، الخلية مش باعداد البراويز اللي ما يغطيهاش النحل، بل بالعكس، ان الخلية نقدر نقول اهم حاجة يكون فيها كثافة نحلية تغطي الكادر او البرواز. البرواز اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي لو في انطلاقة ربيعية واجواء دافئة، ربما الخلية اللي قدامنا دي تغطي 8 براويز نحل مع اعتدال الاجواء، او نقدر نقول مع درجة حرارة 30 درجة مئوية، لان النحل مع الحرارة بيتفرد على البراويز، بينشط. انما اكيد مع الاجواء البرد والمنخفضة بيبتدي ينكمش، ولابد ان النحال يقوم بعملية ضغطه. اتمنى ناخذ النصائح دي بعين الاعتبار. مشكور كل الاحباب اللي بتتابع معانا في القناه، نقدر نقول البديله لقناه تربيه النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين، والاصدقاء كذلك اللي في القناه الاولى قناه النحال محمد المصري. تحياتنا للجميع. شكرا لكل الاحباب في جميع البلدان، شكرا جزيلا. نسال الله العظيم يا رب يبارك في نحل الجميع.